السلام عليكم اخواتاتي، كي راكم دايرين؟ نتمنى ان شاء الله كاع راكم لاباس، كاع راكم بخير، والفيديو تاعي يلقاكم في احسن احوالكم ان شاء الله. خواتاتي، في الفيديو التالي هذا اللي قبل رمضان وفيه التحضيرات الاخيره لرمضان، نقول لكم صحة رمضانكم، تصوموا بالصحة والهنا، وتقبل الله منا ومنكم ان شاء الله. المهم اخواتاتي، مرحبا بمشتركاتي جدد اللي انضميتوا معايا مؤخرا للقناه. نقول لكم شرفتوني ونورتوني، ونتمنى ان شاء الله تكبر عائلتنا وتكبر قناتنا بكم ان شاء الله. المهم اخواتاتي، كما راكم تشوفوا هذا الفيديو متنوع، فيه تحضيرات هكا البسيطه كما راكم تشوفوا، تحضيرات التاليه تاع رمضان درتها كامل اليوم كما راكم تشوفوا. كانوا باقي لي كورني هما تولا درتهم اليوم. والمهم ومع في اخر الفيديو اخواتاتي غادي نوري لكم كامل واش كنت خبيت في المجمد. ماشي حاجه كبيره مي هكاك، المهم كنت خبيت لي كتبه ربي والشي اللي قدرت عليه. فوالا خواتاتي، تبعوا معايا برك الفيديو للاخير، راه فيه الوصفه تاع لي كورني مالغري يعني حاطتها لكم اخواتاتي وصفه بالتفصيل وحدها. غادي نخلي لكم رابط الفيديو تاعها ولا رابط تاع الوصفه اسفل الفيديو هذا. كليكوا برك على العنوان هذا تاع الفيديو، غادي تخرج لكم الوصفه تاع لي كورني بالتفصيل، يعني الوصفه بالتدقيق، وثاني طريقه تشكيلها والطيابه تاعها وكامل خواتاتي. المهم كما راكم تشوفوا فيا انا بديت هنا نحضر في لي كورني، في العجينه تاع لي كورني تاوعي. هذه العجينه تقدروا ديروا بها لي كورني ولا ديروا بها هذوك لي مونشون ثاني ولا لي سيجار ولا مانيش عارف، المهم كل واحد كيفاه يسميهم. المهم هنا شادرت انا في الوصفه خواتاتي اللي كنت حطيتها لكم من قبل، راني دايره كاس حليب دافي، كاس الماء دافي، ونص كاس زيت. هنا انا ما بغيتش نكبر الكيل، كنت عبرت غير بالفنجان اللي شفتوني هكا تاع القهوه ودرت غير. المهم خواتاتي ما غاديش نطول عليكم باش هكا ما نخلطكمش، كليكو برك كيما قلت لكم على العنوان هذا يخرج لكم رابط الوصفه تاع لي كورني بالتفصيل، وراهي طريقه ناجحه 100% وتقطع لكم كميه كبيره ما شاء الله، تقطع لكم شوفوا حتى 60 حبه. المهم هذه الوصفه اللي غادي نخليها لكم تقطع لكم فوق 50 حبه صافي. اللي تبغي توجد كامل كل شيء على ضربه هكا، ولا يكونوا جايين عندها ضياف ولا مناسبه خطوبه خاتم، المهم نقول لك جربي هذيك الوصفه ميم لاصحاب المشاريع، تفيدكم اخواتاتي بزاف. جربوها، راهي طريقه ناجحه ومضمونه 100%، زعما ما غاديش تندموا عليها. انا هذه هي الطريقه تاعي والوصفه تاعي المعتمده، ما نبدلهاش ابدا اخواتاتي، وتقطع لكم ثاني كميه كبيره الله يبارك. المهم هنا كنت خلطت كامل العجينه تاعي كما شفتوني، عجنتها هكا واحد دقيقتين برك غير قد ما العجينه تولي لي ليس من الفوق رطبه. غطيتها هكا خليتها تخمر، ومن بعد نرجع نشكل فيها. راكم عارفين اخواتاتي الشكل المعتاد ولا المعروف تاع لي كورني كيفاه نشكلوه، نحلوا العجينه تاعنا ماشي رقيقه بزاف وما خلوهاش ثاني خشينه، باش لي كورني يجونا خفاف وما يجوناش معجنين ولا ملكدين من الداخل ثاني، وكي يطيبوا لنا يجونا واحد النتيجه. المهم اخواتاتي جربوا برك الطريقه هذه وباذن الله راح ما توليش تبدلوها اكيد، على بالي باسكو بزاف اللي شافوها ولا اللي كي حطيتها العام اللي فات وما مجاوني ثاني حتى الفيسبوك وعطيتها لهم مكتوبه وجربوها وعجبتهم زعما ما شاء الله. المهم اخواتاتي ما تنساوناش برك بدعوه خير في هذا رمضان، وما تنسوش بعضاكم، ادعوا لبعضاكم. وهذه هي اخواتاتي، وكما قلت لكم هذو التحضيرات رانا نديروهم هكا باش نبروفيتوا الوقت اخواتاتي، لانه الاجر في رمضان مضاعف يعني ماشي كما الايامات الاخرين، وراهو شهر مبارك. زعما نبروفيتوا، علاش نبروفيتوا كاع قدينا باش نختموا المصحف خطره وزوج وندعوا ونقوموا الليل، وباذن الله ان شاء الله ربي يقبل منا برك. وكما قلت لكم درنا ميناج، نقينا، درنا هذه التحضيرات البسيطه، وقبل اخواتاتي نقوا قلوبنا ونصفوا نيتنا، واللي راه معادي خوه اخواتاتي صالحه، واللي راهي معادي اختها ثاني يتصالحوا. يعني الدنيا هذه خواتاتي ما كان والو، هذا قبل كل شيء، وقبل ما نوجدوا روحنا لرمضان ولا نوجدوا الصالون تاعنا ولا كوزينتنا ولا دارنا ولا مانيش عارفه انا نعمروا المجمد تاعنا، لازم اخواتاتي هذا الشيء ما يخفاش علينا، وهو التسامح ونصفوا قلوبنا. الحاجه هذه هي المهمه اخواتاتي. المهم ما نكثرش عليكم اخواتاتي باسكو بزاف على بالي بلي راكم عارفين هاد الهضره بزاف اخواتاتي.
ايا كما راكم تشوفوا فيا. المهم نولوا الوصفه تاعنا وتحضيراتنا. هنايا انا كما شفتوني كنت شكلت كامل لي كورني تاوعي ومن بعد دهنتهم بالبيض، رشيت عليهم هكا سانوج كما تقدروا نتوما اي هذا الحبوب زعما اللي عندكم ديروها فوقها، ولا تقدروا حتى تخلوها كما راهي. طيبتها من التحت على نار ما تكونش ناقصه بزاف، لانه لي كورني تاعنا ما يبغوش نار قليله، باسكو لو كان يطولوا لنا بزاف في الكوشه غادي ييبسوا لكم وينشفوا بزاف. بصح كون تعلوا لهم يعني النار ماشي تعلوا لهم حتى تحرقوهم، المهم فوق المتوسط. طيبوهم من التحت، من بعد كي يحمروا لكم من التحت زيدوا شعلوا عليهم من الفوق. طيبوهم ثاني بهذا اللون هكا حمرين، يعني ما تحمروهمش بزاف كما انا كنت لهيت عليهم شويه لاني كنت مشغوله بزاف اليوم. تعرفوا النهار التالي صايمه يبقى والو، تضربي مسحه خفيفه للدار، توجدي صوالح اللي هكا باينين تخرجي مع عينك. المهم توجدي ثاني مصحافك، توجدي الركن تاع الصلاه تاعك، وهذه هي. المهم انا كي كملت مع لي كورني نقول لكم اخواتاتي ما تنساوش الحمص، كاين بزاف اللي ينساوه ونسحقوه بزاف في رمضان للشوربه للحريره. المهم انا كما شفتوني كنت هكا درته يتنفخ وخليته ثاني على جهه. هذو اخواتاتي هذا الفيديو اللي راكم تشوفوا فيه كنت درته اليوم الصباح، يعني كل شيء كنت درته اليوم الصباح هكا وزربت باش نحطه لكم هكا باش نذكر اي وحده تكون ناسيه حاجه ولا مانيش عارف انا هكا نذكر بها اختي. كما قال لك ان الذكرى تنفع المؤمنين. هذه هي اخواتاتي كما راكم تشوفوا فيا. انا كنت ثاني جبت لي زيبيس تاعي اللي كنت شريتهم عفوا من مغنيه، كنت مخليتهم هاك في الساشي تاعهم. جبت هكا هاد البواقيل تاوعي وبديت نعمر فيهم. هنا اخواتاتي انا راني شاريه بواقيل واحد اخرين بصح مازال ما وصلوني، راهم عند وحده. المهم كي تجيبهم لي نزيد نعمر باقي لي زيبيس اللي عندي. المهم عمرتهم برك في البواقيل هذو اللي كانوا واجديني. عمرت كما راكم تشوفوا فيا راس الحانوت، الحرور، فلفله حمراء، الكركم، سكنجبير، عمرت ثاني هذا الكيري تاع الحريره. وهنا خواتاتي باش ما يتلفليش بين الكركم وبين الكيري لانه لون واحد. العبد يكون صايم دي فوا يتلفوا كامل. قلعت هذوك لي زيتيكات اللي كان هذاك التيكي اللي كان دايره لي في الساشي درته في البقاله تاع الكيري هكا باش نعرف. المهم وهذو هما خواتاتي التحضيرات كامل اللي كنت وجدتها لشهر رمضان. نتمنى ان شاء الله يا ربي كانوا عجبوكم يا خواتاتي. هذو التحضيرات راني شاركتهم معاكم يعني وحده بوحده. شوفوا العجينه المورقه، هذا لي زاز تاع الليم ثاني عصرته وكنت درته في هذوك لي قوبلي هكا باش كي نبغي ندير تحليه ولا شاربات نلقاهم واجدين. نجبد برك واحد ولا زوج يعني على حسب كميه الافراد ونوجدهم. هذاك الثوم ثاني اللي كنت شكلته هكا مكعبات. طوماطيس ثاني اللي كنت خدمتها هكا صوص طوماط ثاني درتها في لي قوبلي ودرت كل كميه هكا في ساشي وخليتها ثاني في ساشيتها وكونجليتها. الحمص ملي راكم تشوفوا فيه منفخ يعني شمخته كي نكمل يعني كي يتنفخ لي برك نصفيه ونغسله ونعاوده ونديره ثاني في الساشي. التمر ثاني راكم تشوفوا فيه ملهيه. هنا المملحات التاوعي اللي هما لي كيش دي ميني كيش ولي باخكيت ثاني راني شاركت معاكم ثاني خواتاتي تحضيرهم وطريقه يعني العمل تاعهم ثاني. اللي الا بغيتوا خواتاتي غادي نخلي لكم رابط الوصفه تاعها في اسفل الفيديو هذا. لي كورني تاوعي ثاني هما كما راكم تشوفوا فيهم درتهم في هذه البواطه هكا الكبيره، يعني ما كانش عندي بواطه واحده اخرى. المهم دات لي شويه البلاص في الكونجيلاتور معليش هكاك وعرفت كيف نظمته. هذه هي خواتاتي وهذو هما لي كورني تاوعنا وهذو هما التحضيرات اخواتاتي اللي كنت كامل وجدتهم لهذا الشهر الفضيل هكا باش كيما قلت لكم نوفروا الجهد والوقت على رواحنا. وهذه هي اخواتاتي وصلنا لنهاية الفيديو. نتمنى كان عجبكم التدابير ولا التحضيرات عفوا اللي كنت قدمتها لكم. وهنا ما عليا غير نقول لكم اخواتاتي اللي اول مرة تشوف قناتي ما تبخلش عليا بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلها كامل جديد ان شاء الله. وهنا نقول لكم سلام وصحة رمضانكم تقبل الله منا ومنكم.